أحمد السيد أحمد خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة 92. أخذ على عاتقه مسؤولية مش سهلة، وهي كتابة كتاب عن محمد حسني سيد إبراهيم مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية. الكتاب بيتناول حياة السيد رئيس الجمهورية منذ النشأة والطفولة حتى التعديل الدستوري. مقدمة الكتاب مكتوبة بخط إيد السيد الرئيس، وده اللي أكده لنا الكاتب اللي حكى لنا مضمونها. فترة حكم الرئيس اللي هي الفترة الجديدة بالفكر الجديد تعتمد عن عدم المبالغة وعدم التهدين أو تهوين الأحداث. طبعا عمل زي ده قام بيه مجموعة مش فرد واحد، وكان ليه مصادر متعددة. مجموعة عمل شبابي من الشباب اللي بيحبوا مصر، زملائي في الجورنال، أيضا الهيئة العامة للوثائق القومية، الهيئة العامة للاستعلامات، الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، يعني مصادر أخرى برضو من زمايل الرئيس كمان. في جزئية هنا في الكتاب اسمها رفاق السلاح يتحدثون. الكتاب بيحتوي على بعض المعلومات عن حياة السيد الرئيس الشخصية. ازاي الرئيس مبارك بيعيش حياته في البيت. طبعا دي من المواقف النادرة اللي محدش يعرفها، انه عندما تم قضاء يوم كامل مع الرئيس مبارك من الساعة 6 صباحا، الرئيس بيصحى الساعة كام، ايه الطقوس المعينة اللي بيعملها، حتى توجهه الى مقر الرئاسة، حتى رجوعه الى المنزل، حتى يخلد في النوم في 10 مساء. منزل قائد القوات الجوية اثناء حرب اكتوبر كان عامل ازاي؟ طبعا تناولناها في هذا الكتاب من خلال ان السيدة سوزان مبارك كان المفروض ان هم كانوا هيعزلوا من المنزل الى منزل اخر، فالرئيس كانت التعليمات واضحة وصريحة ان قبل يوم 1 اكتوبر نكون ناقلين من البيت ده الى البيت الجديد. طب هي عرفت بالمعركة امتى؟ عرفت بالمعركة حوالي العصر، في تقريبا العصر، لان والدتها كانت تعبانة في الوقت دون وراحت بيت العيلة البيت الكبير، فاتصل بيها السيد علاء مبارك وكان لسه صبي، فقال لها ماما الحرب قامت. كان اول اتصال للرئيس بمنزله كانت الساعة 1 بالليل، قال لها احنا الحمد لله كلنا كويسين. وبعد كده الاتصال الثاني بعد منها باسبوع. كتاب زي ده أكيد تطلب مجهود لجمع المعلومات وتحري الدقة فيها، وعشان كده بعض الجهات اهتمت بإرسال جوابات شكر للكاتب. رامي رضوان، OTV، القاهرة. الله معاك ومعاك قلوبنا والروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا والروح فداك ما انت حبيبنا، وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا، الله معاك ومعاك قلوبنا والروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا والروح فداك ما انت حبيبنا، وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. ادي ارضنا ودي مصرنا وادي الدراع اللي بنا ودي فجرنا لسه وليد، محلى الجديد لو كان بنا. ادي ارضنا ودي مصرنا وادي الدراع اللي بنا ودي فجرنا لسه وليد، محلى الجديد لو كان بنا. والعيد حيجي قبله عيد، والعيد حيجي بعده عيد، العيد حيجي بعده عيد. والشوق حيصبح سوسنة، الشوق حيصبح سوسنة، وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا والروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا والروح
نروح فداك ما انت حبيبنا وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. هلا هلا طلعت شمسنا دافية علينا حنينة بتبارك اليوم الجديد وتعم يومات في حضننا. هلا هلا طلعت شمسنا دافية علينا حنينة بتبارك اليوم الجديد وتعم يومات في حضننا. ده الليل خلاص حيكون ظهور والضلمة حنحولها نور. الضلمة حنحولها نور والشوك حيصبح سوسنة. الشوك حيصبح سوسنة وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. ادي ارضنا وادي مصرنا وادي الدراع اللي بنا وادي فجرنا لسه وليد. محلى الجديد لو كان بنا. ادي ارضنا وادي مصرنا وادي الدراع اللي بنا وادي فجرنا لسه وليد. محلى الجديد لو كان بنا. والعيد حيجي قبله عيد والعيد حيجي بعده عيد. العيد حيجي بعده عيد. والشوك حيصبح سوسنة. الشوك حيصبح سوسنة وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. الله معاك في سكتك حمي حماك في خطوتك يلي خطك زرعت نجوم. كلمتنا هي كلمتك. الله معاك في سكتك حمي حماك في خطوتك يلي خطك زرعت نجوم. كلمتنا هي كلمتك. يا ابو الدراع فارد شراع يا قلب عمره في يوم ما باع. يا قلب عمره في يوم ما باع. الشوك حيصبح سوسنة. الشوك حيصبح سوسنة وانت الشراع في بحرنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا. الله معاك ومعاك قلوبنا. نروح فداك ما انت حبيبنا وانت الشراع في بحرنا. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه. وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص ذاهلون ومصر العريقة هي الخالدة أبدا. تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ الله هذا الوطن وشعبه والسلام عليكم. لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا. اللي نهر النيل بيجري جوا دمه دمنا.
الأصالة والقلوب الطيبين. مصر ايد تبني لولادنا حلم بكرة والسنين. مصر ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين. مصر ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين. واللي يرفع اسمنا يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها. يبقى واحد مننا، أيوة واحد مننا. بلدي يا غالي علي، بلدي يا كل مالي، بلدي فداك عليا والله ما تغلى. بلدي يا غالي علي، بلدي يا كل مالي، بلدي فداك عليا والله ما تغلى. حنيني بيجري في دمي ترابك، بحبه يا عمري. وعدك يا شعبي يا قلبي عمري كله ليك. حنينك بيجري في دمي ترابك، بحبه يا عمري. وعدك يا شعبي يا قلبي عمري كله ليك. بلدي يا غالي علي، بلدي يا كل مالي، بلدي فداك عليا والله ما تغلى. ولادك يا مصر أمانة هتفضل عيوني سهرانة. كلك يا مصر مكانة بكرة دالينا. ولادك يا مصر أمانة هتفضل عيوني سهرانة. كلك يا مصر مكانة بكرة دالينا. بلدي يا غالي عليا، بلدي يا كل مالي، بلدي فداك عليا والله ما تغلى.